ازيكم يا رجاله عاملين ايه؟ النهارده جايين نصور عند يوسف. الموضوع اللي شاغل الناس كلها الفترة دي فترة الجو الحر وفترة القلش، وبنعمل ايه في القلش والكلام ده كله. هنسمع كل حاجة من يوسف في الفيديو، بس لما نخش السلكة طبعا السطح اتحول 180 درجة شوية. بص يوسف عامل زي بالظبط، شوية بينش او عايز ينش وشوية لأ، وشوية بيعزل نت وشوية لأ. فاحنا الفيديو النهاردة عند يوسف عشان نعرف هو بيعمل ايه في الفترة دي. تمام كده، بما اننا عنده ناخد منه معلومتين كده بسرعة. تمام كده، بس ما تنساناش باللايك، ما تنساش ان انت تكتب كومنت وتقول لنا انت بتعمل ايه في الفترة دي، او ايه الصح الفترة دي اللي انت المفروض تعمله، او اللي المفروض الغاوي عشان يحافظ على حمامه في الحر. اتمنى الفيديو يعجبكم، يلا بينا نخش. ازيك يا عم يوسف؟ عامل ايه يا عم اسلام؟ ايه الاخبار؟ كله زي الفل والله. فيديو سريع خفيف لطيف كده. شويه معلومات للرجاله كده في وقت القلش. انا شايف بسم الله ما شاء الله ان الدنيا عندك والله العظيم الله اكبر. النهارده الجمعه، انا كده كل اتنين بنضف. تمام. كل اتنين لازم الارض، يعني لازم الحمام ده يكون بينور. حلو. بس هو الحمام ايه؟ بيقرف زي ما انت شايف كده، ما بيقعدش اسبوع وتلاقي الارض زي ما انت شايف كده عامله ازاي. الدنيا متبهدله فعلا. المفروض والصح احنا نشيل نوتي، تريح تقلش الحمام يقلش براحته، وده المفروض والصح. تشيلها قد ايه؟ يعني انا دلوقتي احنا في شهر 8 دلوقتي. احنا دلوقتي في 8. لحد ما يخلصوا قلش. خلصوا بعد شهر، خلصوا بعد 2، بعد 3 براحتهم. مش هتفرق. بتغير حاجه. بص كده الزغاليل، بص الشبابات عامله ازاي. اللهم صل على النبي. بص كده الحمام بيقلش ازاي. بص بسم الله بسم الله. بص الحمام بص عامل ازاي. الله اكبر. الحمام كله بيقلش. استنى، ارفع فرد الحمام كده. فرد الحمام موقع خالص. الحمام كله بيقلش. اقفل هنا. تمام. افتح هنا. بص هو خلي بالك عشان الحمام بيحط رجله في حرف يا باشا. السلك. بص الترا. اللهم صل على النبي. الحمام كله بيقلش. تمام. وعايز اقول لك الترا بص عليها حصوايه. الله اكبر. الترا عليها حصوايه، بص حجرها واقع ازاي. وبص يعني الترا بكره او بعده هتلاقيها بكره. تمام. والنهارده بالليل كمان الترا عليها حصوايه. في ناس كتير في ناس كتير سألت على الخطوات الصح اللي تعملها من بداية شهر 8، من بداية الحر والموجة والكلام ده كله. طيب الخطوات اللي احنا ازاي، اللي انا اصلا مش هعملها، بس اقول طبعا كنا بنعملها الاول، بس انا دلوقتي انت دلوقتي حسنت الجو عندك. المكان عندي الجو حلو. تمام. الحمام بيقلش بس شغال، بياكل وبيشرب وكل حاجه. خادم حمامك. الحمام مخدوم، بس الصح ان انا كنت اشيل نوت، ما شلتش النوت. تمام. انا اقول لك لو هنشيل نوت نعمل ايه، ولو ما شلناش نعمل ايه. تمام حلو. هنبدأ بأول حاجة لو هنشيل النوتي. تمام. ادي دي تيرة لوحدها. دي مثلا التيرة اهي، نقطة مثلا من تحتها الزاوية. تمام. الزاوية اهو، فاضل له مثلا يعني بص الزاوية بيبقى عامل ازاي؟ فاضل له مثلا بتاع 10 ايام. تمام. والزاوية يبقى فت اقل من 10 ايام كمان. حلو. بناخد الطيرة من هنا كده من عند الدكر، الدكر يقف لوحده، شيل الطواجن كلها رصها فوق وحط الطيرة فوق. مهمة حتة ان انا اشيل الطواجن. والافضل عشان الدكر ياخد راحته. تمام. بس في ناس بتحط اللي هو اللي اسمه الكندر ده، الناس اللي هي بتاعت النش تبقى عارفه اكتر منه. تحط كندر اللي هو اللي عامل زي الكوبايه كده. تاخد راحت عليه وتشيل دفه. تمام. التيرة دلوقتي استنى بس ايه اقفل البتاع دي عشان خاطر ايه يظبط على الصوت. بص يا كبير، نجيب طاجن زي ده دلوقتي. تمام. نجيب طاجن زي ده واروح رايح التحديق بتاعي الجميل اهو. دي اهم حاجه اصلا، دي اهم حاجه التحديق الجميل اهو في الطاجن. تمام. واروح حاطط كده اهو الطاجن والطواجن. حلو. احنا اهو حطينا التحديد. تمام. بص هتلاقيه راح حل التيرة دي، طبعا احنا مش فاصلينها، ونرجعها تاني. وعايز اقول لكم اللي يشوف التيرة دي بيفكرها ايه؟ مرموشه، يعني أيوة. معقوده. العقدة ثابتة عليها وشغاله. تعالى خش عليها. بص التيرة لما تقرب لها بتبقى عامله ازاي؟ بص التيرة. الله اكبر. زغلتنا مسطره. هو ده زغلول، ده مش زغلول. ده انت محضن تحتيها. بس هي محضنه. انت قلت لي ده ابن عبايسه، انا مش عارف ازاي. ده ابن عبايسه والله. الصلاة على النبي. والله العظيم. ماشي، خدنا النتايه وحطيناه وخدنا التحديد. ده كمان ده ده ابن عبايسه. العبايسه يا رجاله عند يوسف بتجيب حلبيات. يا عم كلهم يا عم في داهيه فداك اي حاجه. المهم تمام. انا هشيل نقطه. تمام. كلهم موجودين قدام، اكلك زي ما هو، شربك زي ما هو. في بنخفف الاكل شويه، في الصيف بالذات. تمام. عشان خاطر ايه؟ الفرد حمام الحر مع الاكل، مش عارف الاكل بيسخن جسم الحمام اكتر، والحمام اصلا سخن. تمام. الحاجات دي كلها انا عندي التواقف اهو في المكان، حاسس بحر. لا المكان والله الهواء تويته. انا وقفت هنا كاني واقف في تكييف، اقسم بالله دي حقيقه فعلا. بص انا واقف، ممكن صوت التليفون لو جيت وقفت هنا تلاحظ صوت الهواء. ايوه. المكان عندي مش محتاج ان انا اعمل حاجه. في ساعه الظهريه الجو بيبقى حر، ميتي عند الحمام بتتغير كل يوم، اكل تمام مظبوط تمام. مش هشيل
مفيش اي حاجه. بس في نقطه بس قبل ما نكمل الموضوع، هشيله ومش هشيل. تمام. في ناس بتحط النتي مع بعض، ودي كانت مشكلتي مع اغلبيه الناس اللي بتعمل كده، تحط النتي مع بعض، وكل ما النتي يتحصي، كل ما يلاقي حصوايه في المصطبه يروح شايلها، كل ما يلاقي حصوايه في المصطبه يروح شايلها. هنا في نقطه، في ناس بتعمل الحركه دي ومش غلط، هو صح عادي، بس في ناس بتعمل اصح، ان هو بيبقى حاطط طواجن الترى لو حصت. ايوه الله ينور عليك. حاطط طواجن الترى لو حصت تقعد على الحصويتين وتفضل مريحه بس. طب ما هو انا ممكن هنا ايه، انا هنا يعتبر بتعب الطواير شويه، الطيره هي صحتها كويسه، فهي قاعده في وسط النوتي بتحصي عادي، ممكن ارمي الحصى وممكن مرموش، ممكن تقعد عليه اريحها اكتر، وممكن اشيلها، وفي الاغلب هي بتبقى بتحصي اللي هو شبع، ان ده شبعانه واكله كويس، العنقود فيتامينات الدنيا تمام، كلها فبتحصي معاك. تمام. الطيره دي اصلا مش هتاخد قلش معاك، هتلاقيها بتقلش ايه؟ حاجات بسيطه، تقعد شويه حاجات بسيطه وتلاقي ايه خلاص اتقلش، وبتقول لك انا عايز اشتغل اخلص الدنيا تمام. صح. فعشان كده انا مثلا مش شايل نوت، ان البتاع عندي هي هتحصي ولا تقلش، مفيش اي مشكله. كده احنا دلوقتي هنتكلم في حته ان احنا شلنا النتايه وحطيناها. طيب الحمام ده كله طبعا هيستحمى. انت كده هتبدا ماشي، هتبدا ايه؟ انا دلوقتي ببدا كورس عشان خاطر اعوض الحمام في الفتره اللي هو بيقلش فيها. هبدا اول حاجه اعملها ايه؟ الحمام انا هو الحمام بيقلش تمام، اكله تمام، ميته تمام، لو هندي حاجات طبيعيه تساعد. تمام. القرطم في حوار القلش ده كويس قوي. حلو. القرطم ده كويس قوي في حوار القلش. الشعير، الحلبه كويسه قوي. بس انا طالما جيت لحوار الحلبه، تعالى اقول لك بعد القلش كمان نعمل ايه. لازم الحمام لما يخلص قلش كله قبل ما ابدا اقليه كورس ديدان. حلو. بعد بعد ما يخلص قلش، عشان خاطر فتره القلش ما ينفعش ادي كورس. انت كده بتديله سم وهو اصلا واقع مناعه يبهدل الدنيا. كورس الديدان بيخلص بعد ما الحمام يقف ويخلص قلش. حلو الله ينور عليك. الله. ما ينفعش ادي ديدان والحمام بيقلش. عشان في ناس بتقول ان انت تدي ديدان اول حاجه في كورس القلش، مفيش الكلام ده. توقع مناعه فرد الحمام في ثانيه. الديدان ده احنا بندي، معلش في الكلمه، احنا لما بنيجي ندي دواء الديدان ده بيعمل ايه؟ هو حاجه قاتله. احنا بندي حاجه قاتله تقتل الديدان. تمام. فاحنا بندي كمان لما بنيجي ندي ستات البرازيل، بندي البندازول، ايا كان ايه اللي انا بديه، المهم ان انا ده سم داخل فرد الحمام. انا بدي حاجات صغيره تدي. حتى في ناس بتقول لك ما تديش وفي زغاليل لبن. تمام. الاكل لما الحمام يجي ياكل وهو واخد ديدان، الزغاليل اللبن تموت. ده صح، ما ينفعش تدي فيه زغاليل لبن. الالبندازول او السترات البرازين او ايا كان اي ماده بتدي الديدان، خليها بعد ما القلش يخلص. حلو. اديت للقلش، يعني انت اديت او وفي قلش مشيت معاك، ما ينفعش افضح نفسي لان ده غلط. عشان دي طالما في قلش ما ينفعش ربنا سترها معاك. هي ربنا سترها معاك. صح كده؟ كصح وكبدايه ان انا بدي كورس الديدان بعد ما الحامي خلص قلش، عشان قبل ما يخش شغل. صح كده؟ انا بدي كورس الديدان وقايه ليا عشان خاطر الديدان اللي هيجيلي في وسط الفرق، تمام. عشان ما ارجعش بقى اندم بعد كده ابقى محتاج ان انا ادي كورس ديدان والحمام شغال. لان انت وارد عندك يبقى في ذكر ما بيعمرش بسبب الديدان، انت ما بتحسيش بسبب الديدان. انا عايز اخش وانا الديدان دي لوحدها وانا 1000 على 1000. دي لازم يتعمل لها وقايه كده لوحدها. تمام. دي فكره الديدان دي لوحدها اصلا. الحلبه لو اكلك دايما بيبقى فيه حلبه، فيه شعير، فيه حاجات اللي هي بتطرد الديدان لوحدها، تمام، هتبقى 100 تمام. مفيش اي مشكله في الحته دي. حلو. احنا دلوقتي خلاص شلنا النتايه، الدكوره او الحمام بيبقى النتي بتتجمع مع بعض. تمام كده. الدكوره واقفه لوحديها. نبدا كورس فيتامينات عشان نعوض القلش. هنا بقى في ناس كتير بتختلف في النقطه دي. انا كيوسف ادي فيتامينات عادي، تدي فيتامينات وتدي احماض، تمام كده، وتدي املاح معدنيه. كده املاح معدنيه. انا لو حطيت بدل الاملاح المعدنيه حطيت تحديق، فانا استغنيت عن حته الاملاح المعدنيه. تمام. يبقى انت كده بتفوق الحمام. ماشي. بتساعده ان هو يقلش ويخلص بسرعه، وبعد كده نبص نشوف الحمام اللي عنده مشاكل في الديدان والكلام ده كله بعد القلش. معروفه الحمام هيخلص. انا دلوقتي بعمل ايه؟ انا دلوقتي بشيل النوتي احطها ايه؟ اركنها كلها جنب بعض. تمام. انا مثلا الافضل ان انا ما اكترش النوتي برضو دي، انا عايز النتايه ترتاح. فانا مثلا دي عندي تشيل معايا احط 3 مثلا 5 نتي. لا تشيل لحد 8 كمان. حلو. دي تشيل لحد 8 وانا اعملها ان هي تشيل 8. تمام. انا حاطط لك هنا 2 2 و2 هي 8 تشيل 8 مرتاحين قوي اقسم بالله. تمام. ويقعدوا يرتاحوا. بعمل ايه بعد كده؟ بديهم تحديقهم. الذكوره في نفس الوقت بديهم ايه بقى؟ لو انا عايز ادي سيلينيوم، عايز اظبطهم عشان خاطر لما يخشوا الدنيا تبقى خصوبتهم كويسه. سيلينيوم للدكوره والنتي ولا الدكوره بس؟ عايز تدي النتي مفيش اي مشكله، يعني ما فيهاش ضرر. عشان في ناس بتقول برضو، احنا الموضوع هيطول مننا كده. في ناس بتقول ان السيلينيوم لما بتدي لي النتي بيعمل عندهم زي شراسه، او بيخلي النتي زايفه بزياده، فبتعمل مشاكل مع الدكوره او بتضرب الدكوره. ماشي تمام. شغالين بالسيلينيوم عادي، بس انا حاليا ما عنديش لسه
جبت السيليوم. تمام. انا لما بشتغل بسيليوم بدي ذكر وادي النتاج، ما اديش للنتاج عادي مش هيحصل، بس اهم حاجه ادي للذكر. تمام. ممكن اشتغل بحاجات طبيعيه زي ايه؟ فيها حاجات كويسه قوي تعلي الخصوبه، جنزبيل والبان دكر. جنزبيل والبان دكر الحاجات دي كويسه قوي لحوار الخصوبه. الاثنين دول هو 10/10. لا في حوار الخصوبه كويسين قوي، جنزبيل والبان دكر. لو استخدمتهم بدل لو انا مش عايز استخدم بايتار، انا معايا ده ومعايا ده، هستخدم ده عادي واستخدم ده. في ناس بتستخدمه دوري، يعني اللي هو ايه مثلا يدي يومين في الشهر. الحاجات الطبيعيه عمرها ما هتاذي الحمام. تمام. عمرها ما هتاذي الحمام، عكس الحاجات البيطريه، لو كترت من البيطري هيأذي الحمام. تمام. الطبيعي كترت منه مش هيأذي الحمام. حلو. الحاجات الطبيعيه عمرها ما هتأذي فرد الحمام. تمام. طب انا خلاص كده ظبطت الدنيا. لو انا بعزل، لو انا مش بعزل، لو انا مش بعزل ايه الفرق بين ده وبين ده؟ بس لازم في فتره هقف عشان ادي كورس الديدان. انا كيوسف، انا الكلفه بتاعتي هتلاقي فيها شعير، هتلاقي فيها حلبه، هتلاقي فيها قمح، هتلاقي انا الكلفه بتاعتي انا بجيبها جاهزه كامله. تمام. القرطن برضو كويس قوي في الديدان، القرطن ممتاز في الديدان. تمام. انا كيوسف انا شغال كله زي الفل، انا شغال حاجتي صيف بقى شتاء، انا شغال نفس الشغل. الكلفه بتاعتي على شرط، الناس كلها بتقول لك يا يوسف خف. انا برضو ما بخفش. انا ما بخفش ليه؟ لان انا عندي زغاليل، انا عايز بروتين، فانا ما بخفش. تمام. انا كلفتي هي ما بتتغيرش. تمام. صيف شتاء ما بتتغيرش. يعني اختلاف ان انت ما بين ان انا بعزل او ما بعزلش، ان انا هاجي في فتره بعد ما الحمام يخلص قلش خالص هدي كورس ديدان. هدي كورس ديدان. لو انا اكتشفت ان انا بدي كورس ديدان ده وقايه. تمام. ان انا يبقى عندي ديدان فادي منه وقايه، بس في الاغلب انا لو شغال بقرطن حلبه حاجات طبيعيه تقتل الديدان، فانا مش محتاج ان انا ادي كورس ديدان. تمام. انا حاليا الحمام عندي شغال، تعالى كده. اللهم صل على النبي. الله اكبر. انا لسه مطلع طريقه بيع. الله اكبر. تمام. مستحيل هتلاقي زغلول زي ده، يعني معلش والحمام عنده ديدان. مش هتلاقي زغلول زي ده. وانت خافف الكلفه قصدك؟ لا مش حوار كلفه، مستحيل تلاقي زغلول زي ده عنده ديدان. تمام. زغلول لسه عايز صغير. بص اللهم صل على النبي. طبعا لسه ما يبانش معاك دلوقتي. تمام. الزغلول ده اتفرج عليه بعدين. بص كده الزغاليل اللي بقى اهي. الحمام لو في ديدان الحمام ممكن ما يشتغلش، ممكن ما يعمرش، ممكن ده البدايه. طلع معانا الزغلول، تلاقي الزغلول ممكن ما يكبرش. تمام. والزغلول بعد كده تمام. فانا ممكن الزغاليل الصغيره تبقى عندها ديدان، الحمام كبير يبقى عنده ديدان، هتلاقي الحمام على فكره لو ما بيبقى فيه ديدان تلاقي الحمام بياكل وبيسهل الميه. الحمام ياكل ويشرب وتلاقي بينزل ميه زي ما هي. في ناس تفكر الحمام تعبان، لا هي ممكن تكون ديدان. تمام. ممكن تكون ديدان، فالديدان دي رخمه قوي. لو انا شغال بحاجات طبيعيه دايما طارده للديدان مش هحتاج لكورس الديدان. تمام. بس في ناس بتدي كورس الديدان زياده تاكيد. ايوه كويس. طيب يا عم يوسف، احنا دلوقتي عرفنا هنعمل ايه في القلش كده او كده، صح كده؟ انا عندي بقى في الفتره دي افضل فتره ان انا احمي فيها الحمام عشان ناخد كل حاجه في الحر او في الموجه اللي احنا فيها. طول ما الدنيا حر حمي حمام في اي وقت. احمي حمامي باي حاجه. ايه اصعب حاجه اجيبها وايه اسهل حاجه اجيبها؟ يعني اصعب حاجه ان انا ممكن ما الاقيهاش، وايه اسهل حاجه ممكن اشتغل بيها وتبقى كويسه ليه؟ انا في حاجات طبعا انا ممكن اشتغل بحاجات اللي هي طبيعيه، اجيب شويه خل بشويه ملح والحمام هيستحمى فيه وهيمشي، مش هقول لك لا. تمام. بس في الدبان لما بتعامله بقى عامل زي كانك بترش له بيرسول. دلوقتي البيرسول بقى الدبان بياخده بيرقص، تحس ان هو بيعمل له دماغ ما بيموتوش. ايوه صح. والله العظيم ثلاثه. فهو نفس الفكره، الدبان بيتطور زيه زي البني ايوه زي مناعه. ايوه المناعه. ما بقاش المضادات السموم دي او المضادات اللي هي تقتله والحاجات اللي هي بتقتله ما بتقتلوش. فانا ممكن الملح والحاجات دي ما يقتلش، فانا اضطر اروح لحاجه سامه تموته. ففي الافروماكتين، انا بتكلم كماده فعاله. تمام. الافروماكتين تنفع. في ممكن اجيب حاجه مثلا مش هتكلم على ماده فعاله في دي اللي هو النوتكس او البيوتكس او الحاجات دي رخمه شويه. تخلي بالك منها عشان دي السميه بتاعتها عاليه. في حاجه بقى سميتها اعلى، السباسيل ده سميتها اعلى قاتله للحاجه للحشره نفسها مش للحمام. لا بس انا لو استخدمتها للحمام اختلف معاك. اختلف معاك بايه؟ انا بدي سيباسيل، انا بحمي بسيباسيل. بتحميه بتحط قد ايه؟ بحط سنتي. طب لو زودت؟ لا طبعا. بس ما هو ده اللي انا بتكلم فيه. ماشي. ايوه ماشي، بس هو السيباسيل أأمن حاجه للحمام بالنسبه لي. ما انا لو زودت ما طبيعي ان انا لو زودت في اي حاجه. بس هو انا عندي الافروماكتين او الافرزين عامه، ما هي نفس الماده، او الافروماكتين لعنه الفراعنه. الحاجات دي كلها لو استخدمتها للحمام مفيش اي مشكله. عايز اي حاجه فيهم الماده بتاعتها زادت خلاص الموضوع. بس اي حاجه من دول ما ينفعش احطها في الميه والحمام، عشان برضه في نقطه ناس انا كده ما بحميش في الميه. لا في ناس بتسالني ولا ينفع احط افرزين في الميه واخلي الحمام هو اللي ينزل يستحمى؟ لا. الحمام لما بيجي ينزل يستحمى بيشرب. أيوة بيقعد يلعب في الميه كده، صح. فانا كده بسم الحمام. يبقى احنا انا لازم انا اللي ارش بايدي. تعالى كده، انا لسه جاي امبارح ذكر، يعني كنت لسه مدخله من بره اللي هو اللهم صل على النبي. بص كده ده كان في العزل ودخل صح كده. الله اكبر. اللهم صل على النبي. كنت رشه اول ما جبته. الله اكبر. انا كده رشه اول ما جبته، ولسه انت قدام عينك دلوقتي لما كنت برشه كنت بترش. بص
دي كده اهي انا ارش بيها. تمام. ارش بيها الحمام. حلو. مش ان انا اسيب الحمام لما يعني انت عايز تقول ان انا لو حاطط ماده وفيها حتى لو 1% سميه ما ينفعش الحمام يشربها. ما ينفعش تسيبها للحمام. ولازم احطها بمقادير معينه. تمام، يعني الجرعه التزم بالجرعه اللي المكتوبه على او اللي حد قايلها لي نجربها. لازم طبعا. صح كده؟ طبعا. تمام، احنا كده خلصنا من الديدان. دلوقتي الجو حر يا يوسف، ايه منتجات اقدر اجيبها اشتغل بيها تلحقني من الجو الحر دوت؟ لان في حاجات كتير او في حالات كتير. تمام. فيتا سيد. تمام. خلي بالك عشان ده 1 جرام، فلما اجي استخدمه استخدم القرص كامل على 4 من 4 ل 5 لتر ميه. حلو، القرص على 4-5 لتر ميه. تمام، اشتغل بيه. حلو. ده كويس جدا في النقطه دي. لازم استخدم فيتامين سي. فيتامين سي مش هيضرني. انا ممكن برضه ممكن اقول لك ايه، طب ما استخدم حاجه طبيعيه. طب انا هستخدم حاجه طبيعيه ايه؟ ممكن هروح ليه؟ هروح لليمون، هروح للبرتقال. ينفع شرب حمام برتقال؟ مش هقول لك لا ينفع، عادي كده. نحط شويه برتقال في الميه عادي، هيهون على الحمام. بس ما لازم اشيله في نفس ده، هو نفس الفكره بتاعت ده. وطبعا البرتقال هيبقى اهون، بس انا عايز حاجه تركيز كويس وايه واخد منها. البرتقال مهما كان حطيت له قد ايه برتقال مش هيبقى فيه نفس الكميه اللي موجوده في الفيتامين. مش مركز قصدك؟ مش هيبقى مركز. تمام. لكن ده مركز. بحط على 4 لتر ميه، انا بملى مثلا بتاعه دي معاها لحد 15 لتر. ماشي تمام. بتديها الجرعه اللي هي مثلا تكفي. انا بدي برشامتين. حلو. عاملين لحد هنا لحد مثلا 10 لتر. تمام. وبدي بحط عليه القرصين. تمام. اصلا كده انا يعني دي ماليها مثلا الصبح. تمام. انا ماليها اول ما فاهم. فيها النهار تنزل. خلاص انا بطلع تاني يوم. فانت كده اصلا مش هتكمل ال6 ساعات ويكون تمام. هي اصلا بتخلص. انا بقى لما باجي ادي حاجه زي دي، انا كمان برضو عايز افهمك، هي دي ما خلصتش. في ناس فاهمه حاجه برضو من ضمن الكلام اللي احنا بنتكلمه، فاهمه ان كل يوم احط فيتامين سي، كل يوم احط فيتامين سي عشان الجو حر. لا بص، عشان برضو انا عايز برضو اوضح حاجه بس ما تنسانيش اقولها، عشان دي حاجه مهمه جدا. تمام. انا لسه فاكرها دلوقتي عشان ما انساهاش. ما ينفعش فرد حامل يبقى عيان واحط له تحديد. الجرش او التحديد طول ما فرد حام عيان الميكروب او البكتيريا او ايا كان احنا بنحط له ايه، فرد الحمام بيبقى تعبان، مش عارف يهضم الاكل، مش عارف. فالحاجات دي هضمها صعب. لو حطيت تحديق والحمام تعبان انا بتعب الحمام مش بفيده. تمام. عشان برضو دي يعني انا عشان ما انساش وما نقولهاش برضو. تمام. خاطر الحمام تعبان احنا ما بنحطش تحديق. التحديق بنحطه لو فرد الحمام كويس و100% تمام، مفيش اي مشكله. تمام. نرجع بقى لحته الفيتامين سي دي. احنا لما بنيجي نحط اي دواء او ايا كان احنا لازم نبقى معطشين الحمام. تمام. فانا مثلا مليت بتاعت 10 لتر ميه بحط عليه قرصين. القرصين دول بحطهم بقفل الميه، بيبقى مثلا معطش الحمام قبلها بساعه بساعتين، باكل الحمام الاول بعد كده اروح مديله افتح الميه. تمام. تلاقي دي اصلا ما بتقعدش معايا، مش هتكمل 6 ساعات 4-5 ساعات. ايوه مش هتكمل 6 ساعات. ايوه صح. في الشتاء انا ممكن املاها بتقعد معايا 3-4 ايام. بس لازم ايوه طبعا صح. نغيرها. كده بتغيرها. تمام. انا ساعات مثلا ببقى مشغول فدي بتقعد معايا 3-4 ايام عادي. احنا كده يعني يعتبر لخصنا في الفيديو ده كل المشاكل اللي بتحصل معاك في الصيف، بخلاف موضوع الجدري، لان موضوع الجدري ده حوار. تعالوا نلخصهم مش هنخسر حاجه. تمام. يبقى احنا كده خدنا الصيف كله، خدنا الفصل كله. بص تعالى هنا كده، تعالى قرب معايا. شايف ده؟ تمام. ده سلك ناموس. ده سلك ناموس، ما يدخلش ناموس. حلو. ما يدخلش ناموس. حلو. الحاجات اللي بتعمل مني وقايه ضد الناموس والحاجات دي كلها. اول واحد السلك، انا بتكلم دلوقتي انا بتكلم كوقايه. اول واحد السلك، تاني حاجه الرش كتير، ان انا ما ينفعش يبقى عندي حشره في المكان. تمام. انا ما ينفعش يبقى عندي حشره في المكان، ولا دبانه ولا ناموسه ولا الكلام ده كله. اهو فرد حمام اهو، صدفه اهو، امسك فرد حمام مش هتطلع منه دبانه. ايوه الله ينور. مش هتطلع منه سوسه. ده صح. ليه فرد حمام انا برش كل فتره اذا كان افرزين افروماكتين، يعني مثلا كل شهر ولا كل حاجه انا بدي الحمام كده رشه خفيفه عشان خاطر ما يمسكش اي ما فيش حاجه تمسك فيه. بالظبط، عشان خاطر قرب برضو كده، عشان خاطر ايه؟ قرب فرد حمام فرد حمام بافتة. الله مش في اكبر. اي حاجه، فرد صح. حمام ما يطلعلكش اي حاجه. طول ما فرد حمامك كده انت مش هتندم. طب في ناس تقول لي طب انا ما عنديش حشرات وجالي جدري، انت كده اتعاملت مع حد عنده جدري او دخلت حمام. ممكن انت يبقى عندك جدري بس ما اعرفش، ماشي. أيوة. رحت سلمت عليه، ايدك دي في ايدي وانت مثلا ما غسلتش ايدك او طهرتها، فانت معلش في الكلمه انت السلام بتاع ربنا خدت الفيروس. ضرتني بيه، خدت انا الفيروس، روحت
ما رحتش بقى استحميت. عشان كده بنقول لازم لما نرجع من السوق ايا كان الشارع. انا دلوقتي جاي عند يوسف اهو، اول حاجه هروح اعملها قبل ما اخش على الحمام هاخد دش. بالظبط. الحمام مثلا ممكن يكون عندي فيروس بس مش باين. صح. محدش كبير. محدش بيشوفه هو بالظبط. حتى أنا انت بتحارب حاجه اصلا مش انت سكت متشافه. عليا دلوقتي وخدت بعضك وروحت الحمام، وبعدين تقعد تقول لي طب ما استعملت مع الحمام مسكت ده عملت ده، فانت دلوقتي هوب الجدري جالك اهو خلاص تمام. يا باشا، انت الجدري جالك ووصل المكان. بعد كده انا بقى هعمل ايه؟ الجدري جه طبعا مكانك مقفول، رشك برضه كل حاجه الحشرات زي ما هي موجوده. انت واقف اهو، مفيش ولا ناموس في المكان. طب انا دخل لي الجدري. ايه؟ انا دلوقتي امنت نفسي اهو. انا تمام. الجدري دخل لي، الجدري والله العظيم فيروس، والله العظيم فيروس. سيبك أنا اللي من بقول ثواني. سيبك من الناس اللي بتقول هو مش فيروس والكلام ده، عشان الكلام ده بيضحك اقسم لا بالله. لا والله لا كمل، والله الكلام ده بيضحك، انا مش دعوه بحد. هو فيروس مش انا اللي قلت ان هو. طب يا عم سيبك مني انا، ما قلتش انا فيروس. طب انتوا مش هتقتنعوا بمين؟ طب ما هو دكاتره الدنيا كلها بتقول ان هو فيروس. بس الدنيا كلها بتقول ان هو فيروس، ازاي مش هيبقى فيروس؟ فخلينا نعدي الكلمه دي عشان خاطر ايه هو سيبك فيروس مش فيروس، ده انا دلوقتي الفيروس دخل لي المرض ده. الفيروس ملهوش علاج، فمهما اديت مضادات حيويه يبقى انت كده هتشتغل مهما عملت والله العظيم فرد حام مش هيتعالج. تمام. فرد حام هيتعالج ازاي؟ وقاية. لما هو يعمل هو اللي يعالج نفسه. طب انا دلوقتي بساعده ان هو يتعالج، ما بديش علاج بس انا بساعده ان هو يعالج نفسه. برفع مناعته، برفع مناعه، بدي مضاد فيروسات تمام كده، وباخد الحمام احاول ابعده عن الحمام اللي موجود واشتغل بمسه زرقاء دلوقتي. وبعد المسه الزرقاء في حاجات تاني بتعملها بعد لو انت اتصبت بكده؟ الشمس بتظبط تهويتك. الشمس اللي هتظبط فرد الحمام معاك. تمام. بس مش الشمس الحارقه ان انا اسيب فرد حمام يموت. لا يعني بسيب فرد حمام على الاقل ساعتين 3 في الشمس في الصيف، لكن في الشتاء لو سبته في الشمس اليوم كله مش هيحصل له حاجه. تمام. الشمس هتبقى فارقه معايا جدا في النقطه دي. تمام. طب يا رجاله احنا كده سالنا كل الاسئله اللي بتجيلنا في انا حاسس ان في حاجات واقعه والله، بس في فيديو بقى يكون متجهز عشان احنا مش مجهزين. احنا مش مجهزين، هي فكره جت في دماغي فقلنا نصورها تمام كده. تقريبا ده فيه 90% من المشاكل اللي بتحصل في الصيف تمام كده وحلها تمام كده. مش عايزين نقصر معاكم. مع ان المفروض طبعا هنقفل، المفروض ان حل الحاجات دي بيكون عملي، بس زي ما انت شايف احنا ما عندناش. الحمد لله. الحمد لله ربنا يكملنا، عشان في ناس كتير بتقول لك انت ليه ما بتعملش عملي؟ انا عايز اشوف قدام عيني. يا رب ما اوريكش عمل، يا رب وانا ما تشوف برضه الحاجه الحمد عملي. لله الحمد لله الحمد لله. يا رب ادعي لي ان انت ما تشوفش الحاجه عندي عملي. الغاوي الصح اللي ما عندوش مشاكل في مكانه. صلي على النبي. اقسم بالله. دايما الناس بتقول اصل انا بعالج فرد الحمام. انت كده مش غاوي، انت عالجت ماشي، ما انت عندك نسيبه ثانيه ان اصلا المرض بيجي لك. دي اصلا نسيبه لوحدها، فانت ما تفكرش ان انت جالك فرد حمام. بص هتتعب تعالج، فانت صح، بس ارفع لك القبعه امتى واحطك فوق دماغك ان انت اصلا تبقى عامل وقايه المرض ما يجيلكش. انا اقسم بالله عندي بدايه زغلول عليها 7 جالها دمعة عين من اول الموسم. الحمد لله. طب ماشي. فضل ونعمه عالجتها ماشي. بس هي دي اللي حصلت معايا طول الموسم. طب ماشي، ما هو ده الصح ان انا ما يجيليش الامراض. الحمد لله. استنى الامراض تيجي عشان بتاع احلها، وافضل اقول الكلمه دي لحد ما ابعد يا شطار ابعد يا شطار ابعد يا شطار. بالظبط. انا ما تدعيش ان انت تقول انا نفسي اشوف يوسف الراي بيعالج. لا. بيعالج عملي. يا رب ما تشوفني. أيوة. يا رب ما تحتاج حد فينا ان انت تساله في علاج او في مرض. بس احنا الحاجات اللي احنا بنقولها لك دي كلها عشناها وجربناها. بنقفل لك الباب عشان ما تجيش تخبط عليه. ياما حمام مننا وقع، وياما حاجات ماتت مننا، وياما وشفنا الحاجات دي كتير. انت ممكن يكون سن صغير، بس انا بربي حمام من وانا عيل صغير. فعشان ولسه صغير. بس انا مثلا انا ده بقالي يعني انا مثلا انا يا عم عمري حاجه و20 سنه انا مربي حمام من وانا في البيضه، من قبل ما اتولد. اعتبرني طالع من البيضه، انا طلعت لقيتني بربي حمام. الحمد لله. احلى حاجه في الدنيا يا عم دي بلوه اتبلينا بيها. اقسم بالله احلى حاجه. بس طالما بلوه اتبلينا بيها عشان نشوفكم ونتعرف عليكم، فانا مبسوط. الموضوع بالنسبه لنا رجاله والله العظيم حب في الحمام مش اكتر. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. كان معاكم يوسف الرايق ومالناش دعوه بحد خالص. سلام ابو كنده من سلاكه الرايق. سلام يا رجاله.